رشاقة ملفتة وقوام ممشوق وإطلالة أبهرت الجمهور بفستانها الجريء. أيتن عامر رقصت وغنت مع بوسي وقلبت الدنيا باللي عملته، وقابلت هبة مجدي اللي فاجأت الجمهور بشكلها كمان، واتحطوا الاتنين في مقارنة إطلالة مين الأحلى، محتشمة ولا جريئة. فيا ترى إيه سر ظهور أيتن عامر وصديقتها هبة مجدي، وإزاي أيتن اتغيرت بعد الانفصال، وإيه سبب تألقها كده؟ انتشرت صور وفيديوهات كتير لأيتن عامر وهي متألقة في فرح أحمد ابن النائب طارق شكري على منة كريمة اللواء حسن مختار، وحضر الفرح كتير من الشخصيات العامة والوزراء زي الدكتور محمد معيط وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي والإعلامي مصطفى بكري ومفتي الديار المصرية، وكمان رياضيين وفنانين. وأحيا الفرح عدد من المطربين وسط فرحة العروسين زي بوسي وتامر حسني ودينا. ولكن أيتن عامر سرقت الأضواء بسبب ظهورها للبعض وصفوا إنه جريء وإطلالتها المبهرة. أيتن عامر حضرت الفرح وهي لابسة فستان لونه أخضر وبكتف واحد، وما بطلتش رقص وهيبرة طول الفرح، وكانت بتغني مع بوسي، وانتشرت ليها لقطات وبوسي بتنادي عليها في المايك وتقول لها ادينا حتة أحبوش كده. وفعلا طلعت أيتن على المسرح جنبها وقالت كده وسط هيصة من المعازيم وتشجيع ليها. بوسي قالت لها يا لهوي وحضنتها، وده وقت ما كانت قاعدة أيتن ترتاح شوية، ولكن حتى وهي قاعدة كانت ماسكة الموبايل وبتتصور وهي بتغني وترقص. مي سليم كمان حضرت الفرح ورقصت مع أيتن وقلبوا الدنيا. هبة مجدي فاجأت الكل بحضورها الفرح رغم إنها قليل لما تظهر في مناسبات، ولكن ظهرت وهي رايحة تسلم على أيتن اللي اتفاجئت بيها جدا وقالت لها وحشتيني. لكن هبة كانت ماشية من الفرح. الكل هنا عمل مقارنة بين إطلالة هبة مجدي وبين إطلالة أيتن عامر، وقالوا إن إطلالة هبة محتشمة، وده لأنها كانت لابسة فستان منقوش وبنص كمه طويل. المفاجأة بقى إن هبة مجدي قريبة جدا من أيتن عامر وبتعتبرها صديقة ليها، وعملوا أعمال فنية كتير مع بعض زي فرصة تانية وطلقة حظ وكمان الزوجة الرابعة اللي بسببه اتقال إن بينهم خلافات. ولكن هبة ظهرت في لقاء ليها ونفت أي حاجة حصلت بينهم، وقالت إن كان في خلافات بين الفنانين في الكواليس ولكن هي كانت براها خالص، وإن علاقتها بكل الممثلين كانت حلوة جدا. والدليل إن لو بينهم أي حاجة ما كانتش هبة هتروح لحد أيتن وتسلم عليها ولا هتشارك معاها في مسلسلات تانية. الجمهور ملاحظ إن أيتن عامر متألقة الفترة الأخيرة وخاصة بعد انفصالها. أيتن شايفة إنها ما كانتش السبب في الانفصال ده ولا وصول الموضوع للدرجة دي، ولكن أكدت إنها ظروف متراكمة، وقالت الست مش دايما هي الطرف الملام في فشل أي علاقة، على العكس تماما. الراجل بطبعه شعاره سيدة واحدة لا تكفي وبيحب أكتر من واحدة في نفس الوقت. أرفض إن أتجوز من راجل متجوز وعمري ما أكون زوجة تانية في يوم من الأيام. ونفت إن سبب الانفصال الخيانة زي ما اتقال. في لقاء ليها في برنامج العرافة اتعرض ليها فيديو علقت عليه لما صحابك يعرفوا انك رجعت سنجل، وقالت اتقال اني كنت بلقح في الفيديو ده زي ما بيتقال على كل بوست اغنية، وبصراحة في حاجات انا بلقح بيها واحيانا حاجات ما بلقحش بيها، يعني اموت مجلوطة، مش لازم انفس عن نفسي، مش دي مساحتي الشخصية. رأيكم ايه في اطلالة أيتن عامر واللي عملته في الفرح؟ وهل فعلا اتغيرت بعد الانفصال وتألقت اكتر من الاول؟ شاركونا في التعليقات.